أقدم أكلة مصرية ليها تاريخ، الفسيخ. شعر. الفسيخ بيرجع من أيام القدماء المصريين لما كانوا بيحتفلوا بعيد الربيع، وكان رمز إن هم يملحوا السمك بطريقة معينة، بيخزنوه ويملحوه فبيستوي بالملح، وكانوا بياكلوه في عيد الربيع أو كما هو معروف عنه يوم الزينة. أكلة مصرية قديمة، والأكلة دي ليها فريقين، الأكل الوحيد اللي ليها فريقين، فريق بيحبها قوي قوي ويدافع عنها بضراوة وكأنه بيدافع عن حد من ولاده مثلا زيي، افتخر بحبي للفسيخ وافتخر بمصريتي طبعا. وفريق تاني ما بيطقش اسمه، مش ريحته، اسمه. بس انا ام كوايت شور ان اللي ما بيحبش الفسيخ ده مستحيل يكون جربه، لان انت لو جربته هتقع في حب. في some details about الريحه بقى والحاجات دي سيبك منها، جرب. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، لما تروح تشتري الفسيخ استنضف، ما تجيبش الرخيص، جيب الغالي. ما تجيبش من محل تحت السلم، لا، جيب من محل معروف ومشهور ودايما عليه متابعه وعليه تفتيشات والكلام من ده، انتوا فاهمين. عاين البراميل، مش تروح كده ولا تجيبه دليفري. هو معرفش بينقلك لحته كده، انت مهما كنت في موقف ستريسفل او مهما كنت ستريسد وكلت فسيخ هتحس ان انت منتعش. والله حقيقه نفسيا ببقى مبسوطه وانا باكل فسيخ. صديقاتي العرب واصحابي من الخليج كتير سالوني هدى ايه تفاصيل الفسيخ المنتشر والمعروف عندكم، طمنينا. الفسيخ زي ما قلت لكم very safe لو اتخزن صح، ما وصلتهوش البكتيريا، تمام. والفسيخ عشان يبقى اكله متكامله متكامله لازم مع الرنجه. الرنجه بقى فيهاش حاجه خالص اهي. وكمان اكتشفت النهارده وانا بجيب الفسيخ والرنجه ان في ام الخلول، ودي من الاطعمه البحريه الجميله اللي شبه انقرضت، كانت مشهوره بيها قوي مدينه اسكندريه وبورسعيد، شبه انقرضت بسبب المخلفات اللي بتترمى في ميه البحر. اهي بتبقى عامله كده يا شباب اهو، الناس اللي ما تعرفهاش خالص، وبنفتحها كده اهو، فيها يعني ايه حته هلاميه كده عادي خالص، مملحه خالص، ما فيهاش حاجه تقرف. انا سيد من يقرف يعني. بتتاكل كده. نسيت اقول لكم، هي قبل ما بتتاكل كده المفروض بتتعمل اهي، نسيت، بتتعمل في ميه وكمون وشطه وليمون وخل عشان لو فيها تراب ولا حاجه. طبعا هي كانت طازه جدا لسه صايدينها خلاص. وعشان to be more healthy فلفل اخضر، يا سلام يا سلام، بصل اخضر. انا باكل الليفز بتاعته، ما باكلش الراس خالص، يعني كل الناس تاكل الراس بتاعت البصل الاخضر، ماليش فيها خالص. طيب ونهضم بقى ونقفل على كل ده باي فيزي درينك. قولوا لي انطباعكم على الفسيخ، الناس اللي جربته ما كانتش تعرف ايه عن الفسيخ اصلا. مين بيحب الفسيخ بس من غير شتيمه؟